السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. يومنا النهارده مليان حاجات. هو مش مليان، ده يعتبر اقل حاجة اي ست مصرية او اي ست بيت بتعملها. مجرد تقوم من النوم بس وتلاقي الف شغلانة وشغلانة. تلم الحاجة اللي هي جايبها من السوق وتشيلها. عندنا مثلا انا كنت بعمل مثلا زبادي النهارده ومنزلاها على مطبخ منى زكريا، ودي الفراولة اللي فضلت منه. قلت اما اضربهم في الكبة كده واحطهم لهم. يلا، ما هو ده حاجه من الحاجات اللي انت هتعمليها، يعني مش حاجه كل يوم بتتعمل، ولكن حاجه بتظهر قدامك، حاجه من اللي انت يعني كل يوم بيظهر يعني بيبقى قدامك معاكي حاجات معينه هتتعمل، ودي حاجات اليوم النهارده. ومثلا كان عندنا اللبن دوت مغلي وبرد ومش عارف ايه، وطلعته من التلاجة واحطه في كيس واحطه ايه في الفريزر، طالما انا مش هستخدمه النهارده او بكره. تمام كده حبايبي؟ يعني الحاجات ديت بتبقى ايه مفيده، يعني لما تحطها عندك في التلاجة بدل ما يبوظ منك، لا حطيه في كيس وحطيه في الفريزر، وتكوني طبعا نزعت القشطه منه بتاعته وشلتيها طبعا تنفعك. تمام. طب احنا سمينا بسم الله وصلينا على رسول الله عليه افضل الصلاه والسلام. ابداي يومك كده بالصلاه على النبي وتسمي بسم الله، هتلاقي اليوم عدى وفات بطريقه جميله جدا. طيب كان عندنا مثلا ده جزء من الغداء اللي احنا هنعمله النهارده. على فكره الفيديو ده كان معمول فيه حاجات كتيره قوي الصبح، من الصبح لاخر النهار، فهو فيه حاجات متقطعه. خلي بالك، انا قلت احط لهم بس شويه العصير دول يشربوهم عبال انا ما اخلص شغلي طول النهار كده، اديهم حاجه ايه مسكره يعني. ماشي. وكانوا طالبين مني سندوتشات بطاطس زي ما انتم شايفين كده، قلت رحت غاسله بطاطستين مقشراهم وغسلهم ومقطعهم زي ما انتم شايفين كده، وهنرميهم في الاير فراير يتعاملوا هم مع نفسهم. تمام كده حبايبي؟ اصل في ناس يا جماعه بتقول لنا ان يوم الست اللي هي اليوتيوبر بيقتصر على الفيديو ده بس، اللي هي بتعملهن. مين قالك كده؟ زينا زي اي ست بيت، بنقوم نلاقي 100 حاجه قدامنا، مش 100 حاجه، 150 الف حاجه بتعمليها. احنا زينا زيكم بالظبط، بنتعب وبنشقى وبنخرج على شغلنا الصبح وبنرجع نعمل حاجات كتيره جدا جدا جدا. انما مش بيقتصر على حته الفيديو اللي هو حضرتك بتشوفيه دقيقتين 3 ولا 3 4 دقايق يعني. ده المختصرات اللي انت بتشوفيها، مختصرات فيديو بسيط جدا. ماشي. انما اللي احنا بنعمله في يومنا يا جماعه كتير قوي قوي قوي، زينا زي كل ستات العالم. تمام كده؟ المهم زي ما انتم شايفين كده، خرطنا البطاطس وغسلتها على الحوض، وهجيب الاير فراير احطها فيها. تمام زي ما انتم شايفين كده، ونسيبها بقى مع نفسها يعني. مش هنقف انا بقى، مش لسه هقف اقلي واعمل عشان هعطل نفسي كمان. تمام كده؟ وطول ما انا واقفه بقى يعني قابل حته القماشه دي بعملها كده للمسح، مش فوطه، حته قماشه كده نظيفه امسح مكان ما انا بعمل وببهدل يعني. وزي ما انتم شايفين كده قطعت، غسلت قرنين فلفل وقطعتهم، وهيتعملوا برده بنفس الطريقه في الاير فراير، يعملوا سندوتشين منهم يعني. ودي معلقه زيت عليهم. على فكره الموضوع ده موفر جدا جدا جدا، بدل ما تحط في الطاسه الفلفل والبطاطس بيشربوا زيت كتير. على فكره الاير فراير حلوه قوي قوي وموفره يا جماعه. ماشي. المهم تعالي بقى نفضي العصير كده زي ما انت شايفه كده، هنفضيه في كوبايه وكل واحد ياخد له حبه كده يشربهم، يبل رؤي بيهم يعني. حاجه كده مسكره، الواحد بيحس ان هو هبطان صراحه طول ما هو بيتحرك. فحطيتهم كده، حتى ما ضربتهمش ضربه جامده، ما نعمتهمش. ماشي. المهم هنا بقى كنا خلصنا موال سندوتش البطاطس، الكلام ده كان الصبح، الكلام ده كل اللي انت شايفاه على حد الساعه 11 الصبح. تعالي بقى نحضر الغداء اللي هو هيبقى اخره معانا. طبعا انا مش كل الوقت ده بحضر الغدا، انا كل الوقت ده طبعا بنضف في المطبخ وبعمل وبسوي، انتوا فاهمين بقى، واخش على الاوض واخش مش عارف ايه. وجينا الساعه الكلام دوت بقى، الفلفل ده بدانا نشتغل فيه الساعه كام؟ كانت حوالي الساعه 4. تمام كده حبايبي؟ يعني على بال ما ناكل الغدوه ديت هتبقى على الساعه 7 بالليل. ماشي كده؟ المهم زي ما انتوا شايفين كده، قورنا الفلفل زي ما انت شايفه كده، وهنعملهم. انا مش ناوي اعمل محاشي بقى، ولا هنقعد نفت ونلت ونعجن بقى والكلام دوت. طب تعالى اقول لك ليه عملت لكم الفيديو ده يا جماعه. او انتوا عارفين غلاء الاسعار الايام دي زي ما انتوا شايفين كده. انا لقيت شويه الكوسه الكبيره دي اللي انتوا شايفينها ديت كبيره كده، والكيلو منها ب 10 جنيه. ما هنعمل ايه؟ الصغيره يا جماعه بقت بسم الله ما شاء الله معديه ال 15 جنيه. طيب مشيت حالي ورحت جايبه زي ما انتوا شايفين كده كيلو ونص كوسه، ولا كان بزياده يا رب، لان انا كنت جايبه قبلها بيوم كاملين. كل ما بلاقي حاجه يا جماعه مش شرط تكون صغيره ومنمنمه، اصل الحاجه دلوقتي غاليه جدا، الحاجات اللي انتوا بتتكلموا عليها دي غاليه، فهم بينقوا الكبير بيحطوه بسعر والصغير بيحطوه بسعر. هيقولوا لا انت لو قسمتيها كده زي ما انت شايفه كده هتبقى كانك جبت كوسه صغيره، وبتبقى طعمها زي العسل، بتبقى مسكره جدا جدا جدا. فيا جماعه يعني حاولي تقتصدي، والله العظيم انا بعمل لكم الفيديو دوت عشان الاقتصاديات بس مش اكتر، وعشان احنا كلنا ظروفنا زي بعض يعني.
ما تفرقش حاجه عن بعضها. واللي عنده برضو فكره حلوه يقولها لي، يعني انا معاكم بعمل اللي انتوا بتقولوا عليه، واللي انتوا ولو حد شار عليا شوره حلوه بعملها، ما فيش مشكله، كلنا واحد والله يا جماعه. فيعني الحاجه اللي تلاقيها رخيصه قدامك هاتيها، اعملي بيها اكله واعملي بيها غدا ومشي حالك هتمشي والله. المهم زي ما انتم شايفين كده قورنا الفلفل وقورنا شويه الكوسه بتوعنا، واخدت كمان كوسيتين، بقيت انقي بقى الكوسه الكبيره وكم كوسيه كبيره كده شلتهم على جنب، قلنا لو هطبخ بيهم ولا حاجه. والله يا جماعه الحاجه ما بتقول لا وبتبقى حلوه ومسكره ورضا ربنا ما فيش احسن منه، يعني كلها نعمه من عند الله. واوعي تقولي ده اصلهم هيقولوا عليا بعمل محشي كوسه كبيره ولا محشي فلفل كبير، مفيش دعوه بحد، خليكي في ظروفك وخليكي في حالك، ولا حد له عندك حاجه ولا حد هيديكي حاجه ماشي. المهم صلصه المحشي كانت جاهزه عندنا، احنا مفرزين طبعا زي ما انتم عارفين. والرز طبعا هنغسل كام كوبايتين رز ولا حاجه ونقلبهم في الصلصه وخلاص على كده. واحضر لهم الغدوه دي، كنت انا برضو محضره لهم حاجات جنبيها، بس انا حبيت بس اقول لكم موضوع الكوسه دوت، وموضوع ان انت تسترشدي بس يعني ميزانيه بيتك وتعرفي ازاي تمشيها الايام دي، يعني بحيث ان انت داخل عليكي شهر رمضان الكريم كل سنه وانتم طيبين، والدنيا كلها محتاجه يعني. فلو لو انت مش ناويه تعزمي حد ولا حاجه ولقيتي شويه كوسه كبار زي كده وعايزه تعملي محشي، هاتي لك كيلو ونص كده مقطعاهم نصين واعمليهم، مش هيقولوا لا. زي ما قلت لك هي طعمها حلو والله، مسكر قوي قوي، لحمها بيبقى مسكر نفسه ماشي. بصي بقى بسم الله ما شاء الله، ادي احنا عملنا الحله بتاعتنا هي جميله الله اكبر زي ما انت شايفه كده. مش هتقول لا مش هتقول لا والله، كلوها وكانت زي العسل. تعالي بقى نشوف المحشي بعد ما اتعمل كده. بسم الله ما شاء الله الله اكبر. بالله عليكي لو الطبق بتاعنا كده عاملين لنا عجبك اعملي لنا لايك واعملي لنا شير واعملي منشن لصاحباتك. قناه منى زكريا دايما معاكم وبتوفر لكم وبتدبر لكم، وكمان مطبخ منى زكريا على الفيسبوك بيوفر كتير جدا جدا وبيعمل لك اكلات حلوه قوي بسيطه جدا جدا جدا، وبنعمل كل حاجه حلوه فيها والحمد لله. فالواحد محتاج ان هو بس ايه نقول كلمة الحمد لله على كل اللي ربنا بعتهولنا، يعني دي نعمة ما حدش يقول عليها كبيرة ولا صغيرة، اللي موجود يا جماعة معانا وإمكانياتك مشيها زي ما انت عايزة، وربنا يحسن ما بين ايدينا وما بين ايديكم. وادعوا لي دعوة حلوة وقولي لي يا منمن، نفسنا نشوف فيديوهات حلوة كتير الأيام اللي جاية إن شاء الله. كل سنة وانتم طيبين، رمضان اهو على الأبواب، سنة وجريت هوا. ادعوا لي دعوة حلوة في الأيام الجميلة ديت، وأشوفكم على خير في الفيديو الجاي إن شاء الله.